صباح الخير يا صباح العسل يا صباح المانجا يا صباح التفاح والبال المرتاح. احلى صباح على عيون المشاهدين بتوع ماما سحوره. وحط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحلقه الماما سحوره، واشتركوا معاه في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحوره. وكل سنه وانتم طيبين وندعو على كل ايام بخير. لازما يا حبيبه قلبي قبل ما تنامي يكونوا منضفه مطبخك، ماسكه بوتاجازك غسلاه ومسحاه، وماسكه الرخامه بردك مسحاه بردك وغسلاه كده، وتخليها على سنجة 10 عشان تبقى تصبح الصبح تصلي وتدي لربنا حقه وخلاص يا حبيبة قلبي. لازم كل يوم تعملي كده يا حبيبة قلبي عشان ما يبقاش وراك حاجة الصبح. احنا بتبقى النفر ايه؟ بيبقى النفر الصايم يا حبايبي. وهنا بقى جايبنا شوية كمون، اللوز جايبه ربع كيلو كمون، ونحطه ايه في الوعاية بردك ايه في البرطمان بتاعنا اللي احنا نحطه فيه يا حبايب قلبي. يومات نغسل المواعين وننظف مطبخنا يومات كده يا حبايب قلب عشان الصبح نعيشنا وطلعنا تبقى الحته نظيفه وماسكه بوتاجاز ماسكاه غسلاه ومنضفاه عشان يبقى حلو ونضيف، عشان نعيشنا تاني يوم تبقى تيجي تطبخي تلاقي البوتاجاز بتاعك حلو ومرتبه بيتنا وزي العسل ازاي. كل حاجه حلوه كده يا حبايب قلبي. لازم تعملي كده كل يوم ايه وانت رايحه بعد ما تفطري. لازم تنامي قبل ما تنامي تغسلي المواعين بتاعتك وتعملي كل حاجه يا حبيبه قلبي عشان تبقى الحته مرتبه وحلوه كده. ومعانا اكله سمك لوز كده يا حبايب قلبي. سمك ايه زي العسل. هوريهولكوا برضه، طولوا بالكوا عليا. هوريكم كل حاجه ايه على الطبيعه يا حبايب قلبي. جايبين جمبري وجايبين بتاع سمك سنجاري زي العسل. هنعمله سنجاري 4 حبايات، سنجاري زي العسل ومفتوح وجاهز. كان محمد جايب لنا مفتاح وجاهز كده زي العسل، الله يبارك له في صحته وفي عافيته وخليه ليا مليون سنه هو وعدل وسماح يا حبايب قلبي. ربنا يصلح حالهم يا رب وخلوهم لي ويخلي لكم ولادكم يا حبايب قلبي وتفرحي بيهم. واللي ما اتجوزتش ربنا يصلح حالها وتتجوز، واللي ما خلفتش برضك تخلف ربنا يعوض عليها بالخلف الصالح يا رب. الحقيقة انا بقول عيان يا حبيبة قلبي ربنا يشفيه ويشفي كل مريض اجمعين يا رب بحق النبي. كل حاجة حلوة كده يا حبايب قلبي. دي كيلو جمبري من الجامبو اللي هو ايه الجامبو الكبير. الكيلو ب650 جنيه. كيلو يا حبايب قلبي في الجمبري الجامبو دي ب650. احنا جايبينه محمد جايبهولي من الجامبو الكبير. كيلو زي العسل. تاكل 2 يسطلوك وتقوم نايمة ما تاخدش غير زي العسل. ونمسك بردك ونغسله بردك عشان ايه بردك بيبقى ايه يبقى مش ما احناش ضامنينه بردك اللي غسله فيه ايه يعني. هنمسكه نغسله ونغسل شويه رز بردك، شويه رز بردك يجي رطلان رز كده نغسلهم حلوين ويبقوا الميه تبقى الميه نضيفه وحلوه كده. لازم نغسله ولازم انت يا حبيبه قلبي وانت بتغسلوا الرز ما توقعيش رز في الحوض عشان الصفايه ما تتكتمش يا حبيبه قلبي. وتغسليه مرة واتنين وتلاتة وعشر عشان تبقى المية حلوة ونضيف على طول. والطبخ ما بياخدش، هتاكلي وتاكلي ولادك يا حبيبة قلبي جنب برضك ايه جنب من ولاد. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا حبايبي. ونمسك بردك الرز بردك نغسله مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. لما المية بتاعته تروق هنا بقى يا حبايب قلبي نعمل ايه؟ نجيب الحلة بتاعتنا الجميلة المقلية دي ونقوم جايبينها ونقوم جايبين شوية زيت. لما تصفوا المية اللي فيه لما المية تنشف مني ونقوم جايبين شوية زيت شوية صغيرين ونقوم حاطينها بردك ونقوم جايبين بصلتين كبار حلوين يعني وسط ونقوم عاملينهم يا حبيبة قلبي مخرطينهم تخريط ناعم بردك ايه. وانت واقفة على البوتاجاز في ثواني ثانية الا ثانية كده كنا عاملين البصل وعاملين كل حاجة يا حبايب قلبي. وبالراحة على السكينة يا ماما سحور عشان السكينة حامية عشان ما تعورش ايديك. بالراحة يا ماما سحور عشان ايديك ما تتعورش. خسارة ايدين الجميلة دي تتعور. بالصلاة على النبي. واحدة واحدة كده بايه بواحدة كده ايه يا ملواني يا حبايب قلب. ونمسك البصلة بردك نخلطها خلط ناعمة كده عشان ما تبقاش واحدة ايه خشنة وواحدة ناعم. لان الناعمة يا حبيبة قلبي بتتحرق عن الخشن. لازم انت كلها تبقى كلها زي بعضها. ونجيب البصلة التانية انا عملت الاولانية لسه نجيب التانية برضه. هنعملها برضك ايه نقعد نقلب فيها شويه كده يا حبايبي لما تحمر خالص. وبعد ما تحمر نقوم جايبين شويه ميه ونقوم حاطينهم عشان ايه الميه تغلي
في البصله وهي محمريه عشان اللي تحمر الرز. نقوم جايبين كوبايه ونقوم عاملينها يا حبايب قلب. ونقوم برضك جايبين معلقه، نقوم مقلبين شويه، ونقوم جايبين معلقه بتاع ملح برضك. ملح شويه ملح صغيرين، لان الملح ده بيغري. ونقوم حاطين برضك شويه ملح يا حبايب قلب، وتقلبوا برضه. ونقوم حاطين الرز عليه، ونسيبهم لما ينشف برضه. ونقوم متبهين برضك السنجاري بتاعنا الحلو الجميل دي. هنجيب الرز برضك نصفيه، ونحط عليه على الميه بتاع السمك دي يا حبايب قلب. واحده واحده كده يا حبايب، بالراحه وانت بتحط عشان ما يوقعش على البوتاجاز بتاعك الجميل دي. وتقلب، بتقعدي تقلبي، وتحط شويه ميه برضك على لما الرز، لما حطيت الرز احمر ازاي الطماطم بتاعته زي ما كنا عاملاه رز احمر زي العسل حلو جميل. ونقوم جايبين شويه ميه برضك يا حبيبه قلبي، ونقوم حاطين برضك شويه كده عليها يا حبيبه قلبي على الرز، واحنا حاطين الملح وكل حاجه عليه. ونسيبه لما يغلب براحته اهو. وفي 5 دقايق كنا مخلصين وقاعدين، ولا بنروح هنا ولا هنا يا حبايب، على طول. هنا بقى نقوم موطين البوتاجاز لما الرز ينشف، ونقوم مقلبينه، ونقوم عاملين سايبين الميه لما تغلي كده الرز يغلي، ونقوم عاملينه يا حبايب قلبي حلو برضه. والغاليه يا حبيبه قلبي عملت السنجاري معايا الله يصلح حال. انا اللي عامله الدقه، وهي اللي قالت لي لا انا اكمل يا ماما سحوره الله يصلح حال، ويكبر بخاطرها زي ما بتكبر بخاطر، وخلي لها اولاد ربنا يصلح حال زي العسل. انا اللي عامله الدقه، حاطه فيها كمون، وحاطه فيها شطه من الحمراء، وشطه من الخضراء، وحاطه كزبره ناشفه، وحاطه شويه بتاع وجايبه ليمونه وعصراها، وليمونه كده بحالها كده، وقمت ماسكاها عصراها بردك عشان تبقى تدي لها تبقى تدي لها مزازه كده وحلو. حبيبه قلب الله يصلح حالها. واحده واحده كده، وتقوم عاملاه يا حبيبتي وغيرها على طول، وتعمل التانيه برضه. وانا اللي عامله برضك كل حاجه يا حبايب قلب. احنا نبارك الله بعض ربنا يصلح حالها زي العسل. وبتعملها تفردها برضك على الاول، تفردها الاول يا حبيبه قلبي، وتحطيه وتحط وتجيب معلقه وتحطها كده بواحده بواحده كده، حبه بحبه كده يا حبايبي. ولازم أن تفردها كلها عشان تبقى السمكه تاخد كلها من البهارات بتاعتها، من التتبيله بتاعتها. لازم أن تعملها كده زي ما احنا بنعمل، زي ما هي بتعملها كده يا حبيبه قلبي. وتقوم حطها دي، انا حاطه ورق السلوفان ده بردك عشان ما تتحرقش الصينيه، ما تتحرقش، واللي ما تلزقش في الصينيه زي العسل. ربنا يصلح حالها. ونقوم حاطين بردك التانية بردك، هي تعمل بردك التالتة برد. وتقوم عاملاه يا حبيبتي اي حاجه حلوه يا حبايب قلبي. طول شهر رمضان خير رزق بالرزق بجيلنا، رزق بجيلنا لحدين. وخير رمضان واسع، رزق رمضان واسع والله زي العسل. كل حاجة حلوة يا حبايب قلبي. وتقوم عاملاها بردك تلفها زي الأولانية زي التاني أهو بردك. كنت محطهم كلهم الأربعة في الصينية دي، لسه آخر واحد. وتقوم عاملاه يا حبايبي. والسنجر يا حبايب قلبي سهل خالص، الحمد لله اللي محمد جايبه عشان ما نتأخرش عشان الفطار. جايبه معمول جاهز يا حبايب قلبي، ربنا يكبر بخاطر ويريح قلبه بحق جاي النبي، ربنا يصلح حال زي العسل. والرابعه برضك تعملها برضك معاه، تعملها يا حبايب قلب جدع شاطره وشطور زي العسل. وتقوم عامله دي اخر واحده، وتقوم عاملاها برضك. بتفردها ازاي؟ وتقوم جايبه برضك طماطم وبصل اخضر وبصل ناشف برضك مخرطه برضك، وثلاث وبقدونس، وشويه كزبره ناشفين، وشويه فلفل بردك اسود. وتقوم حطهم بردك يا حبايب قلبي على كله، وتقوم حطاه. وتقوم جايبه نقطه زيت عشان ما الزيت ما يخليهاش تتحرق، السنجاري ما يتحرقش. وتقوم جايبه الزيت بردك، وتقوم دهنها بردك كده زي ما كنا بتدهني الفطير برد. وتقوم عامله بردك عشان كله كده زي بعض بالبتاع. وهنا بردك عامله بردك بقول لكم طماطم وشوية كرات بتاع بصل أخضر، وشوية فلفل أخضر، وشوية بتاع بصلتين بردك، وشوية زيت، وفصان توم،
وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ايه يعني كل حاجات شوية شوية كده. وتقوم جايبة ليمونة بردك وتقوم عصراه برضه. دي التوم اللي هي عاملاه، ونقوم عاملينه بردك ايه بردك بتقعد تقلب شوية عشان كله زي السلطة كده. والبصل بتقوم البصل ني يا حبايب قلب، كل حاجة ني. وتقوم حاشيها بردك ايه طماطم زي الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي برضه. وفات شوية سبناها بردك ايه للبتاع زي العسل. زي العسل بتفرده كله في بردك ايه. تاكلي بس اللي ما تاكليش اللي تاكلي بس الخلطة بتاعته دي بس. التتبيلة بتاعته والحاجات دي، الطماطم والحاجات دي، لكن ما تاكليش السمك. مش حالة بقى لما تاكلي السمك ايه السنجري ايه زي العسل. زي العسل كده وزي الفل وزي العسل. اه. وبرضك تعملها برضك يا حبايب زي العسل، كل حاجة حلوة وانتوا قاعدين. ربنا يكبر بخاطرك يا محمد انت وعاد. حبايب حبايب وعينيا النون عينيا من جيب. ربنا يصلح حاله بيجيبوا لي الحاجة اللي انا ايه اقول لهم هاتوا دي، يقولوا له حاضر يا ماما، ويروحوا يجيبوا له كل حاجة يا حبايب قلب. الله يصلح حاله. هنا بقى نعمل ايه بقى؟ نقوم جايبين نقطة زيت صغيرة، صغيرة خالص قيمة معلقة. وتفرها ايه تفردها في البتاعة دي كلها، الطاسة دي. وتقوم جايبة الجمبري وتقوم حطها عليها يا حبايب قلب. الجمبري جمبري طازة جمبري ماشي. وتقوم عاملاه يا حبايب قلبي. وتقوم برضك تقعدي تقلبي فيه. وبدل ما تقلبي على طول لا تقوم جايبة البتاع بس ايه الطاسة. وتقوم عاملاها كده بس كده مقلباها بس كده زي ما ماما سحورة بتعملها كده بتهزها بس. وتسيبها يا حبيبتي بيبقى زي العسل. وتقلبي برضك الواحدة ساعة ما بتحط على النار بتحس اللي هو ايه احمر كده، تمسكيه تقلبيه تبدأي تقلبي واحدة واحدة كده، تقلبي واحدة بواحدتها الواحدة بواحدتها عشان ايه بيبقى يحمر وحلو كده. وتقوم جايبة برضك طماطميتين ضربهم في الخلاط ولا ثلاثة. وبرضك ايه وشوية بصل برضك بصلتين ناشفين وتخرطيهم. وتقوم عاملهم يا حبايب قلبي برضك زي العسل. وتقعدي تقلبي فيهم برضك الواحده بوحدتها برضك تقعدي تقلبي فيها. هو بدأ يحمر اهو يبيض كده ايه عشان هو بدأ يستوي. وقبل ما يستوي تقوم حطاها برضك يا حبيبي تقعدي تقلبي الواحده بوحدتها برضك كده تقعدي تقلبي على طول. ما تخليش حاجه من غير ايه من غير ما يكون مقلوب. لازم تقلبوه كله زي بعض. ونقلبوا برضك الجهه التانيه دي برضك كله زي بعضه يا حبايبي على طول. زي العسل الجلعان يا ماما سحور. ربنا يعينك ويقويك على طول يا حبايب. ونقوم جايبين بصله بردك ايه مخرطينها بس مخرطينها ايه خشنه شويه برد. وتقوم عاملاه حطها بردك وشويه التوم بردك حطهم بردك عليه اللي فضلوا من السنجار. وشويه كزبره ناشفين شويه كزبره خضر بردك وتقوم حطهم بردك عليه. وسيبهم بردك ايه ما تقعدش تقلبي فيهم على طول عشان يبقوا حلوين عشان ما يتهراش. ونقوم جايبين ضربين الطماطم في الخلاط 3 4 حبات طماطم في الخلاط. ويسيبوهم ايه لما يستووا بقى على طول. هنقوم جايبين الطماطم بردك دلوقتي مستويين جاهزين عاملين اهو زي العسل. ونقوم جايبين الطماطم بردك عاملين على طول يا حبايب قلب اهو. طماطم مضروبة في الخلاط بس مش مصفية طبعا. ونقوم جايبين معلقة بتاع صلصة ونقوم حاطينها بردك عليه. وتسيبها بقى لما ايه لما تغلي مع نفسها كده. وساعة ما تغلي يجي دقيقتين كده ولا 3 وتسيبهم بردك وتقلبهم بردك. وساعة ما تحس ان هم استوت الطماطم استوت تقوم جايبة طاجن برام اللي تحط فيه الرز المعمر دي. وتقوم بردك شوية شطة بردك حمر بردك ونقوم حاطين. انت تاكلوا البهارات بتاعتها زي العسل وشوية شطة بردك وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفين بردك يبقوا ايه حلوين. وتقوم حطاهم يا حبايب قلب كل حاجة حلوة في البيت. وشوية ملح صغير حبة ملح صغيرين خالص كده. وتقعدي تقلبي بقى وتسيبيهم. وساعة ما تحس اللي هي استوت الطماطم استوت تقوم عاملاها وتقعدي تقلبي بردك. وساعة ما الطماطم تستوي يا حبيبة قلبي تقوم حيشها خالص. وتقوم حاطة ايه البرايه في البرايه عشان ايه ندسها في الفرن زي ما تكوني بتدسي سمك في الفرن. ما هو سمك او استوى خالص اهو. دلوقتي ياخد لون كده بقى وخلاص وتسيبيه. ونقوم مطفيين البوتاجاز
زي العسل. اه اهو راح تحطه في البرام، ماما سحرها راح تحطه ايه في البرام، البرام اللي هو اللي الفخار دي، وتحط تسيب الواحدة بوحدتها كده يا ماما سحورة ايه عشان تحطيه في البرام. كان جميل. احلى حاجة تحط بس الحاجات الحلوة دي فيه، الحلويات والطعامة دي زي العسل. آه. ونقوم حايشينها بردك، ونقوم عاملينها. كانت ايدي وجعتني، من انا ايدي وجعاني بقوم عاملاها بردك يا حبايب قلب، عشان تبقى كل حاجة حلوة كده ايه، واستطمئن على حاجتك كده يا ماما سحورة زي ماما سحورة كده اهو. وما تحطش ميه ولا اي حاجه، وتقوم هزاه ايه زي العسل. شوف حلو ازاي بيدخن. ونقوم شايلينه ونقوم رايحين ايه مودينه على السطوح فوق. اه بتقول لك هنحطه على السطوح. هنا بقى نعمل ايه، عدوله يعمل ايه العصير. عامل العصير ساعدني ليه يريح قلب، ساعدني في العصير. اه جايبه بتاع بردك ايه تمر هندي من اللي هو العناب برد، جايبني يجيب 10 جنيه كده ولا بايه. هو اللي جاي وقال لي يا ماما هنعمله، قلت له يعملوا يا كبدهم. ربنا يصلح حال. ساعدوا امهاتكم عشان ايه ربنا يصلح حالكم. ويحطوا بردك ايه، كان عم شفشق كبير كده اهو، اللي بيحب العناب وبيحب التمر هندي زي العسل. يبقى هات لنا يعدوا لها من دي على طول، هات لنا كيل عشان يقضوا طول شهر رمضان، لسه 15 يوم اهو. ونقوم عاملينهم بردك يا حبايبي، ام مقلب. ونقوم عاملينهم بردك ايه، كان مش عارفه بتاعت ايه اللي وقعت فيه، وعفره يبان ولا ايه، ويقلب بردك حاطط السكر وحاطط كل حاجه ويقلب. في الوقت اللي كنت بعمل ايه، بعمل السلطه، مخلصت السلطه ومخلصه كل حاجه زي العسل. كل حاجه حلوه يا جامعتنا والله. والشغل ما بيموتش، الشغل يا حبايب قلبي ما بيموتش. لازم تشتغلي وتحركي ايه، وتحركي جسمك كده عشان تاخد ايه، تاخد وتدي كده. اهو ده الجمبري وده السنجاري زي العسل، زي الفول، زي العسل ازاي. وحط ليمونه بردك عليه هنا وهنا، وتحط السلطه وحط كل حاجه بردك. والبصل الاخضر والجرجير جرجرونا الحبايب، كل حاجه حلو. وسلطه بردك، والرز، رز اللي هو رز التاني اللي اسمه اللي هو البصل دي زي العسل. وزيتون وسلطه زي الفل وزي العسل. والله بقى الله على اللي جاي حبايب قلبي، الله 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 زي العسل. البتاع الجمبري بقى المعمول في البرام كده زي الفل. بتوريكم ماما سحورها اهو زي الفل. والشوربه بتاعته جميله. وريت لكم كمان واحد بشنبه بحال، بيبقى عاملين زي شنبه كده زي الفول، زي العسل، زي الفل وزي العسلية كده. وكل حاجة حلوة يا ماما سحور. والسنجاري حلو برضه، كل حاجة حلو، كل حاجة حلو. اما تكلفي هتاكلوا وتاكلوا ولاد زي العسل وزي الفل وزي القمر كده. حاجة تصرف كده صحية. والرز برضه كنت عاملة طبقان رز برضه، والسنجاري والعصير. كنت في الوقت اللي كنت بعمل العصير برضه كنت بكب العصير في البتاع اللي كوبايات. وقولوا لي يا حبايب قلبي في التعليقات، انتوا فطرتوا زي ماما سحورة كده ولا ايه بالظبط؟ قولوا لي يا حبايب قلبي في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.